قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الآئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤونته وكثرة أعدائه. قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، أي جهاد المسلمين للمنافقين، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين، بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدو المسلمين مع المسلمين. ومع هذا فقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن جهاد المنافقين كان بالحجة والقرآن. وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله قول بعضهم: ومداد ما تجري به أخلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء، يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن أعظم الجهاد سلوك طريق التعلم والتعليم، فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمال، لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إن المتفقهين في دين الله يوازون تماما المجاهدين في سبيل الله. فالمتفقه في دين الله وهو يتصفح كتبه ويحضر إلى مجالس العلم هو كالذي يتفقد قوسه ورمحه مجاهدا في سبيل الله، والذي يعرض بصره وفكره وقلبه لإدراك المسائل العلمية كالذي يعرض رقبته لأعداء الإسلام ليقاتلهم حتى تكون كلمة الله هي العليا. قال: ولست أقول ذلك لكم مجازفة أو محاباة لكم، ولكني أقول ذلك مستندا إلى كتاب الله عز وجل. فقد قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فتأمل أخي الطالب، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: تأمل أخي الطالب قول ربك عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. اللام في قوله ليتفقهوا في الدين ليست تعليلا للفرقة النافرة، ولكنها تعليل للفرقة الباقية. ليتفقهوا أي القاعدون الذين لم ينفروا للجهاد، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنتم الآن، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين لطلاب العلم: فأنتم الآن ومن في ميدان القتال سواء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من حصل له مقتضى هذا الدعاء وأجيبت دعوته فقد تم علمه ودينه، ولا يتم ذلك ولا يكمل إلا بالجهاد. أليس التعلم والتعليم والصبر على ذلك من أكبر الجهاد؟ أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للخلق من الجهاد؟ أليس تنفيذ الحق ونصره ورد الباطل وقمعه من الجهاد؟ أليس تعليم الجاهلين وتنبيه الغافلين
وإيقاظ المعرضين وموعظة المعارضين ومجادلتهم في ذات رب العالمين من الجهاد. هل تتم الأمور بدون الجهاد؟ وهل يستقيم الهدى والاهتداء ويحصل الصعود والارتقاء إلا بالجهاد؟ طوبى لأهل العلم والدين والجهاد.